الله أكبر. جلالة الملك محمد السادس يستقبل أشرف حكيمي بعد الحكم بالبراءة، يصدم الملايين، انظر ماذا فعل. ولكن قبل أن نبدأ طرفا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو كنت ترى أن أشرف حكيمي مظلوم في هذه القضية فاضغط إعجاب على هذا الفيديو. بعد عودة أشرف حكيمي للمغرب ليحتفل مع أسرته بالبراءة، اتصل به رئيس الديوان الملكي المغربي ونسق معه لقاء مع جلالة الملك محمد السادس. وبالفعل استقبل جلالة الملك محمد السادس أشرف حكيمي استقبال الملوك، وقال جلالة الملك: كنا واثقين من براءتك يا حكيمي، ولقد فعلنا ما في وسعنا من أجل براءتك، فنحن هنا نعلم علم اليقين أنك مظلوم، وأن هذه القضية مؤامرة مدبرة من جانب المخابرات الفرنسية، ليست ضدك وحدك بل ضد المغرب ككل. فقال أشرف حكيمي لجلالة الملك: أنا فخور أننا لدينا ملك عظيم مثلك، فأنا أعتبرك مثل والدي، وأنا دائما أدعي لك أن ربنا ما يحرمنا منك. فقاطعه جلالة الملك وقال له: هذا واجب علي أن أدافع عن أي مغربي مظلوم وعن كل شبر من أراضي الوطن. فقال له حكيمي: ربنا يطول في عمرك وما يحرمنا منك أبدا يا جلالة الملك. يقول أحد الصحفيين الذي كان حاضرا أثناء التكريم أن جلالة الملك محمد السادس بكى من كلام أشرف حكيمي، وكان يظهر عليه علامات التأثر. وبعد انتهاء التكريم الأسطوري عبر النجم أشرف حكيمي عن فخره الشديد بالتكريم الذي حظى به من جلالة الملك محمد السادس عقب العودة إلى المغرب، وقال: لم أكن أظن أن براءتي من هذه التهمة ستؤثر في جلالة الملك محمد السادس. هذا يسعدني أن تظهر هذه السعادة على ملكنا العظيم وعلى الشعب المغربي. قال أن هذا التكريم سيكون دافع لي ولكل زملائي من أجل العمل الجاد مع المنتخب المغربي من أجل إسعاد كل المغاربة، وكان من الشرف لي لقاء صاحب الجلالة. إنه أمر انتظرته كثيرا وأحسست بكثير من السعادة. وفي النهاية لو أنت ترى أن أشرف حكيمي كان مظلوم في هذه القضية، اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.